انا حاسه ان الفيديو ده بيبوظ مني. هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي channel. انا اسمي ملكه، ولو انت اول مره هنا في الشانل بتاعتي سبسكرايب، وان شاء الله تتبسطوا في الكوميونتي الصغننه هنا في الشانل. ويلا نبدا الفيديو. مين بيحكي قصتك؟ طيب السؤال ده الصراحة اتسأل في سكيل شير كلاس كنت بشوفه عن البيرسونال براندنج، وانا حسيت اول ما يعني السؤال كان كده بالظبط: who is telling your story. انا اول ما اتسألت السؤال ده حسيت ان هو مين صح. طيب من انهي ناحية الموضوع احنا بنتكلم هنا on social media، بنتكلم مع الناس، مع التعامل في الناس. طبعا احنا كل حد بنتعامل معاه بيشوفنا بطريقة مختلفة، بس في الأول والآخر بيبقى فيه زي سمعة، هنا بنقولها في مصر سمعة، أو قصة معروفة عن كل شخص. فالقصة دي بتتبني على أساس إيه؟ يا إلا بتتبني على أساس الناس وخيال الناس عنك، يا إلا بتتبني من القصة اللي انت بتقوليها للناس. اوكي، لان لو انا مثلا ما حكيتش قصتي بنفسي، الناس هتخترع لي قصة، وايا كان القصة دي هتعجبني او مش تعجبني هتثبت عليا. فبالتالي كان الكلاس ده بيتكلم على ان احنا اهم حاجة في البيرسونال براندنج او البيرسونال براندنج عامة، هو مش بس on social media، هو كمان in real life. فكل حد فينا عنده يعني عاجبه او مش عاجبه، هو كده كده عنده بيرسونال براند، وهنديب دايف في البيرسونال براندنج ده ممكن في فيديوهات تانية. بس احنا بنتكلم على البارت بتاع الستوري تيلينج في الفيديو ده. وهل انا فعلا عايزه اوصل، يعني انا مثلا ببقى عايزه اوصل عن نفسي حاجات معينه للناس، ماشي، انا خلاص انا عارفاني وعارفه مثلا دي حاجات بحبها ودي حاجات مش بحبها، ودي شخصيتي دي مش شخصيتي. فهل انا هوصل ده للناس بشكل صحيح، ولا هيبان حاجة عكس اللي هي انا عليه؟ طيب مش فاهمين اي حاجة اللي انت بتقوليه ده، انت دخلتي في موضوع، دخلت كده بوشي. فواحدة واحدة كده مع بعض نفهم الكلام ده بيقول ايه. انا دلوقتي عايزة ابقى بيرسونا معينة، عايزة ابقى شخصية معينة في دماغي كده، انا عايزة ابقى حاجة معينة. طيب ان الحاجة دي او هذا الشخص هوصل له ازاي؟ هوصل له بان انا اكون بعمل كل الخطوات والستبس والحاجات اللي هذا الشخص بيعملها، صح، عشان يوصل للناس ان انا هذا الشخص. طيب هل انا رأي الناس هيفرق معايا في حاجة؟ لا، مش هيفرق معايا. بس ان انا احكي قصتي ويبان عليا هذه القصة، ده مهم جدا جدا في البيرسونال براندنج. طيب كان حاجة من الكلاس ده كان بيقولك define your personal brand. ازاي define our personal brand؟ انت ازاي شايف نفسك؟ استنى هقرا لكم. how I see myself, how I want to be seen, how others see you. يعني اول حاجة انا بشايف نفسي ازاي، ودي اهم حاجة عامة يعني. بس انا لازم التلاتة دول ادخلهم مع بعض. يعني ايه؟ يعني انا شايف نفسي ازاي، والناس شايفاني ازاي، وازاي انا عايزة اتشاف. التلاتة دول اعمل لهم اونلاين مع بعض، يبقوا شبه بعض. انا ممكن اشوف نفسي ان انا شخص مش بيعرف يتكلم قوي، او مثلا عنديش communication skills رهيبة، او دوبك لو حد كلمني فيس تو فيس بتكلم بالعافيه وكده. ده ممكن اكون انا شايفه كده عن نفسي. ممكن الناس تبقى شايفاني غير كده، الناس ممكن تكون شايفاني اجتماعيه جدا وبتكلم مع اي حد وبعرف اتصرف في المواقف وبعرف ايه اكوميونيكيت مع الناس. طيب هل الستوري دي بتالاين مع الستوري دي؟ لا. طيب ليه؟ لان في هنا خلل في الحقيقه. طيب انا فعلا بعرف اكوميونيكيت، يعني هشوف بقى ده، هبدأ اركز مع ده، هبدأ observe ده. لو انا بعرف اكوميونيكيت هالاين الاتنين دول مع بعض عشان
اقول قصتي ان انا شخص كوميونيكيتيف، انا شخص اجتماعي، شخص بعرف اتكلم مع الناس. طيب هدي مثال على حد بيحكي الستوري بتاعته بكل شفافية، وهو اللي عامل الستوري بتاعته وبيحكيها للناس، والناس خلاص خدت الستوري دي واتطبقت عليه. يعني الناس صدقت كل القصة بتاعته، وهو اصلا اللي حكيها، ما سابش نفسه للناس، الناس هي اللي تحكي قصته. هو يوتيوبر اسمه علي عبدال. فهو دايما في كل فيديو، اغلب فيديوهاته يعني، بس معظم فيديوهاته بيقول I'm a doctor turned entrepreneur. يعني هو كان دكتور وبقى entrepreneur. هل دي حقيقة؟ دي حقيقة، بس هو دايما بيكرر فكرة ان دي قصته، قصة حياته، ان هو دكتور بقى entrepreneur. فهو حدد قوي هو عايز لما الناس تفتكره ازاي، فاهميني؟ فهو دي كلها فكرة البيرسونال براندنج اصلا، ان انت لما السمعة اللي هو الناس لما تيجي تقول ملكة، عايزين تفتكروا ملكة دي ازاي، ماشي؟ هي دي فكرة البيرسونال براندنج. انتوا الناس عايزينها تفتكركوا ازاي؟ اول ما يقولوا سلمى دي مثلا شخص شاطر جدا كارير وايز، شخص مجتهد، شخص دريفن. ممكن حد عايز يعني مثلا انا عاوز حد يفتكرني مثلا بشخص مثلا مهتمة بالفاشن مثلا، مهتمة بال ايا كان قصتي اللي انا عايزاها الناس تاخدها عني. انا دلوقتي عايزة الناس تفتكرني ازاي، عايزة الناس لما تفكر فيا تفتكرني بايه. بس هي دي البوينت بتاعت الفيديو كمان. بتاع البوز مني انا مش هحطها بعد كده على المايك. حلوة كده. انا لازم اجيب يا جماعة حاجة تمسك المايك، عشان انا مش عايزة امسك المايك لوحده، بس دي بتقع منها. هتقولوا لي انا ليه غيرت البتاعه دي؟ هقول لكم ما اعرفش والله، بس هي دي كارت كان جاي لي من ستودنت عندي، بس يعني ايه، اوكي، مؤقتا لحد ما الاقي حاجه احط عليها المايك. هتقولي لي تمسكي المايك وخلاص خلصينا، بس هقول لكم مش عايزه امسكه المايك النهارده، انا عايزه احطه على حاجه، والحاجه امسكها. حاجه تانية في موضوع مين بيحكي قصتك، ان انتي ما تزهقيش ابدا من ان انتي تحكي قصتك وتكرريها. طيب انا مثلا بتكلم على قصتي ازاي؟ انا قعدت مع نفسي كده واللي هو بعد الكلاس ده، وحسيت اللي هو طيب انا ايه بقى قصتي؟ يعني انا الموضوع شويه كرنج، بس يعني انا حاسه ان انا كل فيديو بقول ان انا كرنج، بس يعني احنا محتاجين نوقف كلمه كرنج دي يا جماعه، والله محتاجين نعيد تفكيرنا شويه، ولما نعيد تفكيرنا تاني هنحس ان مفيش حاجه كرنج، بس وان الناس الكرنج هي اللي بتقول على حاجات الناس التانية كرنج وبس. ودمتم سالمين. قعدت مع نفسي وقلت طيب ايوه، انا ايه بقى قصتي اللي انا عايزه اقولها عن نفسي؟ بدل ما انا اطلع على اليوتيوب كده بقى والناس بقى تقعد تحكي لي انا قصتي وتفترض عليا حاجات بقى وتقرف في حياتي، فلازم انا اعرف، عشان اعرف انا هحكي ايه ومش هحكي ايه. فحسيت ان انا الطاغي عليا واللي انا افتكرته يعني من كمان الجورنالينج من الجورنالينج يعني اللي انا عملته كده، هي ان انا اغلب حياتي كنت بحب قوي، كنت كونسيومر رهيبة للمسلسلات والافلام، وكنت دايما وانا بتفرج بحس ان انا عايزة ابقى هذا المين كاركتر. يعني انا عايزة ابدل، انا عايزة المين كاركتر اللي انا بتفرج عليها دي واللي انا اوبسست بيها مثلا، تبقى انا البس لبسها، اجرب اللي هي بتجربه، اعمل اللي هي بتعمله، حتى لو فيكشن بجد. ف لاحظت ان انا بعد لما كبرت شويه وكده، حسيت ان انا بدات ابقى مين كاركتر دي من تلقاء نفسي، وان انا موضوع المسلسلات ده قل جدا جدا جدا. يعني وقت ما انا كنت the most main character. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما كنت بتفرج على مسلسلات
كتير قوي 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 المين كاركتر انرجي بتاعتي كانت بتبقى تحت حرفيا. ولما كنت مقلله مسلسلات خلاص مش بتفرج وكده، وعلى ان في احداث في حياتي، كنت المين كاركتر انرجي عندي هنا، لان انا باكسبيرينس حاجات، مهتمه بالكاركتر بتاعتي في حياتي، يعني بشتغل على نفسي في الفيلم الخاص بي اللي هو يعني حياتي. وحاسه ان انا in the back of my mind ده كرنج، بس يعني مش مهم. المين كاركترز دايما كانوا بيبقوا مش كرنج، يعني بيعملوا حاجات تبان كرنج من بعيد بس هي مش كرنج في الكونتكست بتاع حياتهم. anyway احنا ممكن نبقى نقعد نتكلم على موضوع المين كاركتر ده، بس يعني الفكرة كلها اللي انا عايزة اوصلها هي ان on my peak انا كنت دايما عايزة ابقى مين كاركتر. فدي قصتي. انا حسيت ان انا دايما كنت بقعد اتفرج على الناس، حتى هتلاقوني كاتبة في الديسكريبشن بوكس ان انا دايما كنت بتفرج على الناس، ولحد ما بدأت ان انا اعمل حياتي، يعني انا اظبط حياتي واخلق حياتي من اول جديد بالطريقة اللي انا عايزاها، عشان اعرف اتبسط في حياتي واعيش وما اضيعش وقت في حياة ناس تانية، او ابقى كونسيومر بس وابقى تعيسة، لان برضو في consequences لموضوع ان انا ابقى عايشة حياة ناس، حياة افتراضية يعني مش حياتي الحقيقية. بس فحسيت ان دي قصتي، بس جبتها منين وانا كنت وانا مش يعني انا هجيبها منين لو انا مش عارفة عن نفسي الموضوع ده؟ لو انا I didn't journal, I didn't try ان انا اركز مع نفسي او افكر على مدار حياتي كده ايه الحاجة اللي مميزة اللي حصلت لي انا وحساها عايزة الناس تفتكرني بيها او هتinspire ناس، او انا ده بالنسبة لي انا. انتوا كل واحد هيبقى فيه حاجة مختلفة بالنسبة له، هتبقى قصة بتاعته. طيب الفيديو ده عشوائي جدا 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 وكلامي مش مترتب لاني مش مظبطه سكريبت معين، ولكن انا كنت عايزه اتكلم عن الموضوع ده لان الكلاس ده فرق معايا جدا، وان شاء الله يظبط وما تتضايقوش من الفيديو، يعني عشان انا بقالي كتير حاسه ما صورتش، بقالي اسبوع ما صورتش، فمعلش يا جماعه تعالوا على نفسكم واتفرجوا وبستوا وشجعوني واللي هو هي وكده، معلش رضوني والله. انا هبقى زي الفل وهعمل لكم سكريبت حلو، ولا مش سكريبت يعني، هذاكر قبل الفيديو، قبل ما افتح بقي هذاكر وبس. معلش تعالوا على نفسكم، انا برضو زي بنت خالتكم وانتوا ولاد خالتي ماشي. وانا جبت منين ولاد خالتي دي؟ انا حاسه ان يوتيوبر قالتها قبل كده بس انا مش فاكره بصراحه دلوقتي، بس يعني ايه، انا مش عايزه اتضايق وما انزلش الفيديو وابقى perfectionism وكده، فمعلش شجعوني وحسسوني ان الفيديو ده حلو، وانا هعمل نفسي برضو مصدقك وكده وهنمشي الدنيا سوا، صح؟ باي باي، see you next video، وانتظروني في الكونسيستنسي، ما هتلاقوني، ما تقلقوش. ويلا انا اتبسطت ان انا رجعت صورت فيديو تاني. باي باي.